السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بشرح لكم باختصار طريقة طلب تمديد الزيارة العائلية، يعني كيف تدخل على أبشر على تواصل اللي هو على الجوازات، وبعدين تدخل على تواصل وتقدم طلب تمديد الزيارة العائلية. أنا كثير من الأخوة يتواصل معي ويسألني عن الطريقة إنها تدخل سهلة جدا، طريقة سهلة ومختصرة جدا. أول شيء تدخل على أبشر، تكتب في جوجل. أول شيء تدخل على جوجل وتكتب أبشر، هذا أبشر. تدخل على أبشر أفراد، تدخل هنا تسجيل دخول، تسجل رقم الإقامة هنا وكلمة المرور حق أبشر، رقم الإقامة وكلمة المرور لأبشر. بعد ما سجلنا رقم الإقامة وكلمة المرور، جاء رمز على الجوال، تسجل الرمز اللي على الجوال، كلمة الرمز هذا اللي جاء الكود. طيب الحين دخلنا على أبشر، تدخل مباشرة على الخدمات، وبعدها تدخل الجوازات، وبعدين تدخل تواصل. بيجيك التواصل، يجيك خيارين. الخيار الأول يقول لك طلب جديد، الاستعلام عن طلب سابق. هذا إذا كان عندك طلب سابق تبي تستعلم منه، تدخل من تستعلم. شوف في طلبات كثيرة تدخل تستعلم على الطلبات الموجودة إذا تبغى تستعلم، لكن أنت الحين تبغى تدخل تقدم طلب جديد. طلب جديد تدخل من هنا، من الخانة هذه، طلب جديد. لما دخلنا على طلب جديد يجي خيارات، تدخل تختار تمديد الزيارة العائلية، تمديد الزيارة الجنسية اليمنية. بعضهم يروح يختار تأشيرة الزيارة، هذا خطأ. بعضهم يختار هذا الخيار تأشيرة الزيارة، هذا خطأ. أدخل هنا تمديد الزيارة الجنسية اليمنية، تمام. وتختار تمديد الزيارة للأشقاء اليمنيين. يجي خيار اللي تحته خيار تختاره، هذا واضح. والبعض يسأل يقول يجيني خيارات طلب شخصي ولا طلب لتابع ولا طلب لمقيم ولا طلب لزائر أو طلب لمؤسسة. تختار طلب لزائر أفضل، أو طلب لمقيم، أو طلب شخصي. طلب لزائر أو طلب شخصي كلها تمشي، بس الأفضل اختار طلب لزائر. بعدين تجيك فوق الأشخاص اللي تبغى تمدد لهم، تعمل عليهم علامة خضراء فوق، لأن ما أبغى أظهر البيانات. وتسجل في الوصف هنا، الوصف هنا تكتب نرجو منكم تمديد الزيارة. خلاص تكتب نرجو منكم تمديد الزيارة العائلية، وتكتب أرقام الحدود. ضروري ترفق أرقام الحدود، ضروري ترفق أرقام الحدود تحت الأول والثاني والثالث. لا تكتب شيء، اكتب رقم الحدود وانزل تحت واكتب رقم الحدود الثاني، من دون ما تكتب الاسم، من دون ما تكتب الابن، زوجة، كذا. لا تحدد شيء، اكتب رقم الحدود واكتب تحتها، انزل تحت شوية واكتب تحتها رقم الحدود الثاني. ومثلا نفرض ان احنا كتبنا رقم الحدود هذا مثلا، هذا رقم الحدود مثلا، انزل كذا واكتب رقم الحدود الثاني مثلا، وبعدها رقم الحدود الثالث، وخلاص تكون كذا. والمرفقات صور الشاشة، المرفقات صور أي شيء من الشاشة، صور الشاشة على الأسماء وارفقها هنا. أدخل أضيف المرفقات هنا وأعمل تقديم الطلب في هذه الخانة، وتكون كذا قدمت الطلب تقديم صحيح وما في أي شيء. إن شاء الله تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو، وبإذن الله في الأيام الجاية أكون وضح لكم طريقة تقديم الزيارة، وكذلك كل الأمور التي تتعلق بالزيارة العائلية. بإذن الله في الفيديوهات الجاية أوضح لكم الإشكاليات اللي تحصل لكثير من الشباب سواء في التمديد أو في تقديم طلب الزيارة أو في أمور تخص الزيارة العائلية.